وقفت قدام صورة يسوع في اوضتي وبقيت اكلمه واستنى منه رد واقول له رد عليا يا يسوع، رد عليا. اتمجد يا يسوع، وريني مجدك العظيم، رد عليا. بقيت ابص لها واستغرب، قلت هو انا اقدر اعمل زيها كده؟ انا اقدر امسك كتابي المقدس كده هو بشجاعه واقراه قدام الناس ديت من غير ما حد يفهمه غلط؟ اقدر؟ خدت بعضي ورحت على ابي في الكنيسه وقلت اساله على اللي بيحصل دوت، يعني يشوف لي حل. ايه الاحساس الغريب اللي انا فيه دوت؟ انا مش عارفه انام. تقدر انت يا ابونا تعمل زيه كده؟ تقدر تقف في المواصلات وتقول نشيد الانشاد وتقول ما اجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم؟ تقدر تقف في المواصلات وتقول دوائر فخذيك مثل الحلال قدام الناس دي كلها كده؟ هو تقدر؟ المفروض كلام ربنا يخش على القلب على طول، يعني كلام ربنا طالع من روح ربنا، كلام ربنا يطلع من الروح، المفروض يخش على الروح على طول. عملت حركة جريئة جدا، يعني صعب اي بنت مسيحية تعملها، وقلت يمكن اسمع حد مسيحي يرد عليا يفهمني يقول لي، قلت يمكن اسمع حد مسيحي يعرفني انا غلطانة في حاجة. هل في حد مسيحي يقدر يمسك نشيد الانشاد ويقف في المواصلات ويعمل زي ما الشيخ المسلم بيعمل؟ يقدر؟ ما لقيتش رد برضه، وبدأت اقرا. انا هسمعكم الكلام اللي انا قريته. ما اجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم، دوائر فخذيك مثل الحلي، صنعت يدي صناع، سرة الكأس مدورة لا يعوزها شراب ممزوج، بطنك صبرة حنطة مسيجة بالسوسن، ما أجملك وما أحلاك أيتها الحبيبة باللذات، قامتك هذه شبيهة بالنخلة وثدياك بالعناقيد. قلت إني أصعد إلى النخلة وأمسك بعذوقها وتكون ثدياك كعناقيد القرن ورائحة أنفك كالتفاح. أنا لحبيبي وإلي اشتياقه. وكملت قراية وقريت في سفر حزقيال إصحاح 23 عن أهولة وأهوليبة، وقريت وكملت. وأكثرت زناها بذكرها أيام صباها. طبعا ده كتابي المقدس اللي أنا بؤمن بيه، ده كتابي، بس ده الكتاب المفروض إن أنا بتعبد بيه، الكتاب اللي أنا اللي هو بقول عليه كلام ربنا، وقريته على الناس. غلطت في حاجة وكملت. وأكثرت زناها بذكرها أيام صباها التي فيها زنت بأرض مصر، وعشقت معشوقيهم الذين لحمهم كلحم الحمير ومنيهم كمني الخيل. وافتقدت رذيلة صباقي بزغزغة المصريين. دخلت على سفر الأمثال إصحاح 7 وقريت. عطرت فراشي بمر وعود وقرفة، هلم نرتوي ودا إلى الصباح نتلذذ بالحب، لأن الرجل ليس في البيت، ذهب في طريق بعيدة، أخذ زرة الفضة بيده، يوم الهلال يأتي إلى بيته، أغوته بكثرة فنونها، بملس شفتيها طوحته، بملس شفتيها طوحته. تخيلوا يقول لي ايه؟ تخيل يسوع كده بيقول لي ايه لما سمع كلامك، لما سمع كلام المفروض ان هو يبقى كلام ربنا. قال لي ايه يا مزة، هي طلبت معاكي هنا ولا ايه؟ شفتي عارفه كلامك؟ قال لي ايه يا مزة، هي طلبت معاكي هنا ولا ايه؟ دي نتيجة كلامك، دي نتيجة كلامك. ليه اسمع الكلام دوت وانا بقرا كلامك؟ ليه اسمع الكلام؟ ليه اسمع تعليق من واحد يكلمني بطريقه كاني واحده ساقطه من بنات الشوارع، من بنات الليل كده، ويقول لي كلمه زباله زي دي؟ ده جزاتي ان انا بقرا كلامك على الناس؟ لو انا عايزه ابشر بالمسيح وقريت الكلام دوت، ده جزاتي ان انا اسمع كلمه زي دي؟ وقفت قدام صورة يسوع في اوضتي وبقيت اكلمه واستنى منه رد واقول له رد عليا يا يسوع، رد عليا. اتمجد يا يسوع، وريني مجدك العظيم، ورد عليا. ارشدني، قولي ليه الكلام ده اعرج؟
اتحركت ليه؟ اتحركت ليه؟ وليه كلام فرج الناس عليا؟ وليه سمعت من السافل الكلمة دي؟ ليه؟ وبقيت اكلمه واكلم العذراء يا ام النور، واكلمها واقول لها نوريني يا ام الاله الحي، كلميني وطمنيني، كلميني وطمنيني، ردي عليا. انا مش قادره استحمل ان انا احس ان انا كنت غلط. مش قادره كل ما بفتكر بنهار. كلمت يسوع وكلمت العذراء وكلمت الكركس وخدت شهادة القديسين كلها، وقلت مش حد يرد عليا، ما حدش عبرني. قلت لهم انتوا ما بتسمعوش ولا ايه؟ وانا بكلم نفسي. انتوا ما بتحبنيش يا يسوع علشان مش بترد عليا. ولا أبي في الكنيسة رد عليا بكلام مقنع، ولا حد في الروم رد عليا بكلام مقنع، ولا أي حد اداني طريقة أمسك بيها كتابي وأقرا بشجاعة قدام الناس، ولا حد فسر لي أي حاجة في أي حاجة. فضلت أتكلم معاهم كده اهو لحد ما الناس نامت، وأنا اللي قاعدة كده صاحية. قلت لهم انتوا خلاص، انتوا كده، انتوا جبتوا اخركم معايا كده خلاص. رفعت راسي لفوق كده وفضلت اتكلم مع ربنا. قلت له يا رب يا رب انت، انا بكلمك انت يا رب يا حقيقي، يا رب يا حقيقي، يا اللي خلقت كل حاجة، يا اللي عايزنا نعبدك يا رب، يا اللي خلقت السما اللي انا شايفها في عينيا دي، وخلقت المطر اللي نازل، وخلقت الرعد اللي انا سامعاه بوداني ده. جاوبني يا رب وريحني يا رب، يا اللي خلقتني وخلقت ايدي دي وخلقت عينيا ولساني، رد عليا يا رب وريحني. هل الكتاب المقدس ونشيد الانشاد ده كلامك؟ هل ده كلامك انت؟ هل نشيد الانشاد ده كلامك؟ وهل فعلا يسوع اطلب من اقانيمك؟ هل ده كلامك فعلا؟ هل ده كلامك ولا الكلام ده كذب زي ما سمعت؟ تخيلوا ربنا بساعتها رد عليا. اول ما قلت ربنا الحقيقي رد عليا، اول ما كلمت ربنا وقلت له اللي خلقت الدنيا دي كلها رد عليا. اول ما كلمته لقيته بيقول لي الله اكبر. اول ما سألته لقيت الأذان بيهدي في الفجر. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم
فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم